انا هقول لك رد محدش ولا هم نفسهم يعرفوا. انا اسمهم عجبني بشكل، انا وحسيت انه يعني انه الواحد عطشان وربنا سبحانه وتعالى يعني بيرويه، وحسيت انه اي حد مشتاق انه دي الترويه اللي ربنا سبحانه وتعالى هيبعتها له. فمبدئيا وكلمه ترويه كده بترن في ودني، ارتحت كده نفسيا مبدئيا يعني ترويه. وبعدين فكره انك ترتوي بلقائه، يعني احنا بنرتوي بالعمرة دي، احنا بنرتوي بالحج ده. احنا الناس، احنا كلنا ظمآنين، كلنا احيانا بتبقي من جوه عاملة زي الارض المشققة اللي عايزة تتروي كده وتطلع كده زرعاية خضراء. احيانا من جواكي بتبقي مشققة، بتبقي تعبانة جدا جدا، يعني منهكة نفسيا، مش مظبوطة. فانت عايزة تروحي بقى ترتاحي في حتة التروية دي، يعني ريحتني نفسيا. قلت انا اروح ارتوي بقى، ارتوي بلقاء النبي عليه افضل الصلاه والسلام، لقاء ربنا سبحانه وتعالى. احنا رايحين يعني لافضل بقعه في بقاع الارض. احنا بنقرب، احنا بنتخذ القبله واحنا قاعدين في اوضتنا ولا في شغلنا ولا في مكتبنا، بنبص كده وناخد القبله. تخيلي بقى انك في القبله هناك، انت هناك في القبله، انت قاعده في قبله المسلمين، بترتوي بقى من فيوضات ربنا سبحانه وتعالى، بترتوي من الرحمات اللي بتتنزل عليكي. فأي حاجة تانية هتبقى موجودة، هننام في اوتيل وهنقعد في خيم. أنا الحاجات دي، التفاصيل دي مش موضوعي. موضوعي إن أنا أرتوي من الرحمات اللي هتتنزل علينا يا رب بإذن الله.